اللي هي الفيصل، واللي هي المغاربه باغيين يعرفوا واش بوكريشه هو اللي كان على علاقه مع بنته ولا لا. المهم راكي عارفه داك الجمعوي اللي راه معروف في اليوتيوب هو اللي دار الشكايه. انا حيت ما كنعرفش بحكم بهذا الشيء هذا ما كنعرفش. الجمعوي هو اللي دار الشكايه بحكم انه كيمثل المجتمع المدني. هو دخل في الاول بنيت هذا الشيء انا والبنت ديالي وكتب واحد الكتاب ديال واحد عمها كانت عنده شي ظروف مع واحد البنت. حنا بقينا بغينا نعرفوا بنتي واش حتى هي بناتي بجوج. ملي هو دخل على الخط واش هذا الفاعل الجمعوي هو اللي قلب عليك ولا انت اللي قلبتي عليه؟ لا انا ما قلبتش عليه حيت هو شاف بنتي متخاصمه معايا ودخل على نيت باش يصالحنا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يا اخواني اخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير كلشي مزيان؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير كاملين. سعاد يا سعاد، سمعوا سعاد. كتبع هذه القضيه ديال المحارم اللي هي الفيصل، واللي هي المغاربه باغيين يعرفوا واش بوكريشه هو اللي كان على علاقه مع بنته ولا لا. المهم راكي عارفه داك الجمعوي اللي معروف في اليوتيوب هو اللي دار الشكايه. انا حيت ما كنعرفش بحكم هذا الشيء هذا ما كنعرفش الجمعوي هو اللي دار الشكايه بحكم انه كيمثل المجتمع المدني. ما كتعرفيش يا سعاد؟ علاش ما كتعرفيش يا اختي؟ كتعرفي كلشي. واخا زيدي كملي. دخل في الاول بنيت هذا الشيء اللي كنحكي انا والبنت ديالي وكتب واحد الكتاب ديال واحد عمها كانت عنده شي ظروف مع واحد البنت. حنا بغينا نعرفوا بنتي واش هي بناتي بجوج. ملي هو دخل على الخط واش هذا الفاعل الجمعوي هو اللي قلب عليك وانت اللي قلبتي عليه؟ لا انا ما قلبتش عليه حيت هو شاف بنتي متخاصمه معايا. لا سعاد، انت قلبتي عليه. الطبطبه ديالها اللي كانت داتك عنده قال كي كتكذبي، انت اللي قلبتي عليه. واخا زيدي كملي. دخل على نيت باش يصالحنا. نتوما كتشوفوا فيديوهات انكم خاصين في اليوتيوب ماشي درنا فيديوهات بانهم خاصين بصح مخاصمين. كانت بنتي مخاصمه معايا علاش؟ لاني المهم كاينه مشاكل كتسول فاطمه الزهراء علاش مخاصمين على ادسنس الفلوس بيزنس. مع مطبعها كانت كتحرضها مطبعها، كانت كتحضر فيا مطبعها وكانت كتحرضها عليا ووقعوا مشاكل بيناتنا. هادشي من بعد ما قلتيش حكايه ان الزوج ديالك هو اللي مغتصب بنته. كانت حكمت القضيه ديالها شنو تبقى بوكريشه قضيه بنته تحكمت براءه. واش شتي تحكمت براءه؟ انت كتقولي هو 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 الله يستر. كانت المحاميه ديالك هي الاستاذه خديجه جوكان، كانت هي اللي كتدافع لكم، هي اللي جابت لنا هذه الجمعيه على القضيه ديالك. جابتني على حساب فاطمه صاحبتي. هادشي كلشي سعاد بغيتي تضربي على الاستاذه خديجه الروكان وتضربي في الزروالي. هادشي علاش جيتي في هاد التوقيت بالضبط. يا اخا زيدي كملي. على حساب القاصر، ما القاصر كانت عند مرات باها، كانت واخده لك مرات باها وكنتي كتشوفي انها ما خصهاش تكون مع مرات باها. كانت كتحرض عليا، كانت تصورها عليا انا يعني درت معها واحد اللايف وكنت عيطها شتا ديك الساعات ماشي لايف فيديو اللي دارت ودازت لبنيتها عريانه، ماشي لايف فيديو. هي دازت لي عيانه. هاد سعاد كدوز مغالطات بزاف. وبنتي ما بغاتش تبقى في ديك راكم عارفين الحنين الام خصها تجمع وليداتها عندها. يا اختي جمعيهم. عند الاستاذه سميره البقالي عن طريق الاستاذه الفلاني هي جاتني ودرت الخدمه ديالها. على اساس شنو جيتي لهذه الجمعيه؟ هذه الجمعيه نهار جيتي ليها شنو كان الهدف ديالك منها؟ شنو بغيتي؟ بغيت بنتي ترجع لي فاطمه الزهراء. جيت عندها شي 3 مرات ولا 4 مرات كتجي عندهم الاستاذه خديجه الروكاني. قولي ما كملتيش، جيتي عندها على حساب الدريه وجيتي عندها تعالجي. انا عقلت كنتي جيتي واحد الجمعيه اللي هي معروفه وكيخدموا فيها الناس بالجديه غندير عندهم. الاستاذه خديجه الروكاني قالت لي جمعيه مزيانه احسن جمعيه قالت لي ممكن انا نخدم معك في هذه الايطه. وجات معايا الاستاذه غير روحنا ولكن من بعد بقيت كنجرب واحد اوراق الطريق وخصها تواصل مع المضافات هنايا كيهضروا شي مؤطرات. المهم مؤطرات المهم عرفتي الاخوان هاد سعاد كتضرب كتنسى الخير. واخا كملي. مؤطرات بحال المهم كيتعاملوا معايا شحال مره نعست هنايا 2 مرات يعني كيجيبني الليل كنعس هنايا حتى كنت حتى الله ديال الصباح كنمشي تعرفت على واحد الطبيبه نفسانيه من طرف الجمعيه جيت عندها ماشي مره. ماشي مره ماشي جوج ولكن ما كملتيش. ماشي جوج ماشي 3 وداك الشيء عندي دلائل عليها عند الاستاذه سميره البقالي كنشكركم بزاف وهي اللي كانت سبب بان بنتي ترجع ليا. اذا بنتك رجعت ليك بفضل الجمعيه وبفضل الاستاذه خديجه الروكاني اللي داروا معك واحد المجهود كبير بالرغم من ان القضيه كانت في مدينه فاس ما كانتش مدينه السلطه البيضاء. كانت كتنتقل معك الجمعيه انذاك لغايه مدينه فاس وغدا الاستاذه انا على ما اذكر ان الاستاذه خديجه الروكاني كانت كدعم قضيه انتقاليه من الجمعيه كنا كنكونوا حاضرين حتى سمعنا ان واخيرا فاطمه الزهراء رجعت لاحضان الوالده ديالها. لان هذاك هو المآل الطبيعي وهذيك هي الحاله الطبيعيه الوليدات خصهم يكونوا مع والدهم. حتى القانون وحتى المشرع دائما عنده مصلحه الفضل هو ان الاطفال يرجعوا لامهم طبيعه الحال، يرجعوا لاحضان ديال العائلات ديالهم ومدونه ديال الاسره والتعديلات اللي دارها المجلس الاسلامي ولا البرلماني ولا الحقوقي ولا السنه الله ينصر التعديلات كلها تصب في مصلحه الاطفال. الله ينصرو ويشافيه. هادشي بدون نقاش ولا شك فيه. هاد الاطفال اللي كانوا يكونوا في ايادي امينه مع والديهم اذا كانوا هاد الوالدين حتى هما ما كيصلحوش انهم يكونوا والدين انا داخل الدوله تتدخل والقضاء تتدخل والنيابه العامه تتدخل سواء بوشايه او بشكايه من المجتمع المدني او بعض المرات النيابه العامه تقدر تحكم بطريقه صحيح. فيديو لا وصلها شحال من مره كيكونوا فيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي وربما الاستاذ راه قدامي واش النيابه العامه تقدر الاستاذ انها تحرك مثلا من خلال فيديو يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لان النيابه العامه هي لسان الشعب هي المحركه ديال الدعوه العموميه هي اللي كتمثلني وتمثل اذا اليوم حنا ما كنتسولوش شكون دعا فلان ولا شكون ما دعاش فلان يهمنا هو الهدف والموضوع. صحيح. واخا نكملوا. الهدف والموضوع من الشكايه هو
واش هي صالح لها ولا ماشي صالح لها. اذا من النيابه العامه شافت ان القضاء شاف ان فاطمه الزهراء خطرجع لك رجعوها لك. ما داوها لا الجمعيه ما داوها الخيريه لا تشهد. لا بشكل ما قص جلست فيه تقريبا شهرين وبقات عرفتي كتقول لي ماما انا شوفي انت الجنه لدرجه كتبقى تبغي تقول انت الجنه. كترطبك واخا زيدي مسكينه. الله يسمح لنا بالوالدين. امين الله يسمح لنا من الوالدين. هادوما اللي كتشوفوا ولا في عينين سعاد ولا شافت لا عاشت في المركز شفت شي بنات مساكن ما عندهمش امهاتهم ما عندهمش والدين كيسولوا فيهم. شنو كنجيب لها الماكله وكنقول لها ما تاكليش انت كل ماكله البنات عندهم تبارك الله رزق ما كيعطيوهم صراحه الله في الجمعيه وديك شويه كيقولوا واخا كنلقى الحوايج هذوك هذيك المليحه عندها معاه عندها 16 عام 13 عام انا ذاك فاش طرا المشكله يبان 13 14 سنه. فاطمه الزهراء بنتي عندهم خط الاصلاحيه عندها 15 لا ما كيديروا مشاكل ومطبعه وهذه هذا الشيء 13 سنه كانت عندها 13 مع 13 عام حلت عيني وقت المشاكل يلا بدات كتفتح وقت المشاكل وكانت تطلق من الماء وتكون حياه طبيعيه خاصه وسط واحد الدوامه وخاصه ان الاعراض ديال الماء ديال الضوء ديال اختها في الشباب وكل دقيقه وكل ساعه والله ما بقينا فاهمين في هاد سعاد والو. التواصل الاجتماعي ما نعرفش نقول لك اسباب واتي انا ما نعرفش. شوفي انا ماشي قاضي وانا ماشي جلاد وانا ماشي انا ربما انقل بعض التعليقات وبعض الرسائل اللي كيوصلوا لنا سؤال حتى كان لك يد في هادشي اللي وصل لي صح بسبب سعاد وبسبب بكريشه بسببهم كاملين الاسره ما سواها. ربما انك نصحتي بعض يوتيوبرزات او بعض المسؤولين انفسهم بين قوسين المؤثرين المؤثرات ربما يكون عندي في هادشي انا حتى واحد ما كيبغي يفتح راسو يشوفها ولكن شنو اللي خلاك تقولي بان الزوج ديالك هو اللي حمى واللي اغتصب بنته وانت ما صحيح هنا صحيح. ملموس. شنو اللي خلاك تفكري هاد الفكره؟ كانت عندنا شهيده وكانت شهيده واحده اخرى هي الاخت ديالي وضروني. اذا انت مازال مصره على انها ماشي انا مازال مصره صحيح القضاء تفهموني صحيح القضاء ما جاوبش ولكن الخبره حتى هي كتبينات الخبره حتى هي بنت هي انا ما نقدرش الخبره من منظر يعني اي موقع ما نقدرش عليها انا كنهضر على اللي خضعوني ضربات كلشي بالزيرو نكرات كلشي سعاد واللي غدروني اختي وهذيك سميتها جيل الشهيده اللي كانت عندي خدامه في الدار ديالي مساعده وكانت قالت لي واخا نشهد معاك وفدالي تقلبات واش نقول لك خافوا شهادات الكذوب خافوا اختي اللي كتعرف البلاصه ديالها الله اعلم انا كنت كنظن اختي هي اللي حرشت عليا ما عرفتش السبب علاش ما عرفتش السبب انا غير الله اعلم دائما تنقول الله اعلم بقاو باش عاوتاني طيحات الفضل في سميره وبين بنتك عاوتاني الجمعيه دخلات باش انها تصالح بينك وبين بنتك شنو وقع هادشي كلشي بغات سعاد تصالح مع بنتها ولكن بنتها ما بغاتهاش. ايوا اليوم خرجت لك الشنيتيكا وداك الميكروب خرجوا لك ودا سعاد شاشموك. اش نقول لك انا حيت هادشي ما بغيتوش يزيد حيت هادشي وكون ما بغيتيش يزيد سعاد غتحبسي من الاول ما تقوليش ما فهمتي والو ما درتي ولا راك كبيره تبارك الله ما شاء الله راكي كتلعبي في 2 دراهم والصرف ماشي بحال غارقين فيه صافي غرقت وعييت وعندي وليدات صغار والعذاب النفسي عرفتي هادشي حتى ولات المحكمه قربات عاد كتقلبي على التنازلات وضربتي في كلشي. بزاف حسوا بيا انا مرا وبوحدي وعرام ديال الملفات وعرام ديال العذاب وعندي الولاد كنتي اختي اللي بغيتي هادشي لراسك. صريف اختي ديالي البنت ديالي في شهر 9 قالت ماما ما نديرش الحبس ماما نسامح لها هذيك كتبقى ماما قالتها هي بان تصالح معايا وسالي وجهي هذا قلت لها واخا درت فيديو قلت لها واخا بنتي راه انا نسامح لك وانت سامحي لي نجبروا هادشي هذا الفضيحه ما عندنا نديروا بها ما نديروا بها هادشي هذا انا كنحس راسي ضحيه نفسي شتو كي قلت لكم بغات غير تنازل قبل الحكم ضحيه ولادي حيت ما كيستغلوش ولادي دابا المشاكل توهات لا ما ضحيه حتى شي واحد راه قلت لك عندك 2 دراهم والصرف ما كيستغلك حتى واحد عندك عقلك ما تيستغلك حتى واحد. لا ولادي انا اللي ضحيه ماشي انت ضحيه ضحيه نفسي انا صافي وليت بعد تشوفيني دابا عاد شويه بدات عرفتي وليت الله يستر كنلبس غير اللي كنخرج خوتي صافي ما انا ديالي جعلتي هذه كملي ولا حالتي ولا انا شي خرجات اللي كتقول لي ولا شوفي ندمت اللي دخلت اليوتيوب انا كنصح اي واحد ما يدخلش اليوتيوب لا بغيتي تطوري ماشي ندمتي كنتي بغيتي تزيدي اللي بغاها كلها كيخليها كامله. هاد الوليدات ماشي كنصح اي واحد يدخل اليوتيوب فيه وفيه ولكن الناس اللي كاينين محتويات يدخل اليوتيوب لا يدخل اليوتيوب ويخلي شي واحد يدخل فيه ويخلي شي واحد يكوماندي فيه. شوف سعاد حتى واحد ما دخل للدار كيخرج الاسرار ديالكم حتى واحد ما يتحكم فيكم انت وبنتك وراجلك اللي خرجتوا الاسرار ديالكم لا زر والد دخل بيناتكم لا اختك لا حتى واحد خرج الاسرار ديالكم اليوتيوب نتوما خرجتوا بالشهاده ديالكم بغيتوا تخدموا به هو زيدي كملي. ما دابا انا نيه دعيت بنتك قالت عاوتاني نيه انت دعيتي بنتك عندكم ملف دابا انا اللي دعيت الاولى باش ناخذ حقها والناس هي دعاتني شنو الدعوه اللي كنتي درتي الاولى باش ناخذ حقها لا هي الملف اللي درتي بان في الاخر تابوتك براءه ديال الزوج ديالك وما الى ذلك شنو الدعوه عندكم دابا في المحكمه نمشيو لليسرى الدعوه هي دعياني قالك انا شهرت بها وانا ما عمرني شهرت بنتي ما كنشهرش بها ابدا يعني دعت هذاك الاوديو اللي كنخرج وتسرب ولكن شكون خرج الاوديو انت اللي خرجتيه الاوديو اللي كانت كتهضر معاك هي والسارعه صيفطوه لك تيهضروا معاك وخرجتيه وصافي تشاف العالم داك الهضره بان كنتي قلتي بان بنتي عندها علاقه مع باها هادشي علاش دعت لا كتدعي بان انا شهرت بها وماشي انا شهرت بها انا ما عرفتش شكون شهر بها وما عرفتش شكون اللي هضر هنا كتقصد الزروالي على الخبره وما عرفتش شكون اللي هضر على هذا الشيء هذا انا كنهضر قوت اللي ما كنعرفش القانون كنهضر بالميليغرام وكنقول غير ياخذ الحق عرفتي يا سعاد وكون ما عرفتي عليه قوت اللي ما كنخاف انا نغلط ولا نغلط
نعرفش حق شي حد، اللهم كنهضروا نقيس بنت دابا حامله. ومالكي كتهضروا تقيسي اللي ما كتعرفيش في القانون؟ بنتي حامله، كنت حامله ومشيت نسيتي عرفتي راني هادشي صدمني. سهل واش تزوجات هي وحملات؟ تزوجات ما حضرت لعرسها، ما حضرت واش انت السيده قلتي فيها كدير مع باها وبغيتي تحضري العرس، واش انت شويه لاباس؟ ما حضرتش حتى حاجه ديالها، يعني ما حضرتش نطلقها، ما عرفتش حتى حاجه ديالها، ما عرفتش نطلقها. هادشي كنشوفو غير في السوشيال ميديا. واش تزوجات داك الشخص اللي كانت كتقول انه هو اللي كتعبر العلاقه؟ وليت متزوجه، ما تزوجتش انا. علاش متزوجه؟ ما حضرتيش. زوجتها مرات باها، هما تزوجوا، راكم عارفين، راه مع عائله باها، مع مرت باها، معها باها كيتواصل معاها بحكم مرت باها كتخرج كتقول حنا بغينا غير نزوجوها، تلقاو تاخذ غير ورقه، وهي براسها كتقول انا الزواج هذا انا ما كيهمنيش، راه بغيت راجل يفششني، انا بغيت راجل كيربحني الذهب، بغيت راجل يشري لي ويساليني ويدير لي كيداري على هادشي. شحال عندها من شهر؟ شحال عندها من شهر؟ شحال عندها من شهر الحمل ديالها؟ شحال عندها من شهر؟ ما عرفتش. ما عرفتش بالضبط، كيقول لك على تولد بالضبط، ما عرفتش. يقولوا لك على انت ولد ولكن ما عرفاش. شي بنت شافوا انا وياها في المحاكم امام القضاء كتحين باش تمشي الحبس. شفتوا اليوتيوب فين كيوصل؟ واش شفتوا اليوتيوب فين كيوصل؟ اللي وصل للحبس. لا فاطمه الزهراء، لا هادو راه كانوا دائما قالت لك ملي كانت صغيره هي وبنتها ما كانوش كيتحاملوا، هي وبنتها ملي كانوا صغيره، ملي كانت بنتها زعما صغيره عاد كبرات عاد زادوا عندهم المشاكل قبل اليوتيوب. اللي كتلقى مع بنتها في المحكمه، شنو الاحساس ملي كتشوفي بنتك في المحكمه حامله ما زوجتيها ما وحدتيها باغا تنفسيها؟ الام شنو كتمنى؟ كتمنى انها تزوج بنتها وتفسد بنتها وتنفس بنتها. واش انا راضيه بهذا الشيء هذا؟ واش كتحسي بنتك غتزنتي لي؟ واش انا حاضره هادشي؟ ما يمكنش الام كترضى بهذا الشيء. غير باش كتحسي ملي كتشوفي بنيتك كيفاش جات في ديك الوضعيه، ما تتعنقك هي ما تتعنقك، ما كتمشي كتوقف دابا القضاء. كنت كنبوسها وكان دابا ما درتيش واحد الشيء تعرف كنقول كنت كنبوسها، كنت كنبوسها شحال هادي كنت باغا نجيب حقها وكانت كتدفعني. كانت كتدفعك فعلا. كنجيها كنبوسها كنبقى بحراره الام، والنوبه الاولى والثانيه والثالثه بقات كتدفعني ما بقيتش كنمشي عندها. ما حسيتش انا نمشي وليتي مدلوله وراه تحلفات لك ما تصالح معاك حتى ديري تنازل لكلشي، ولكن انت بغيتي تهناي ديري التنازل لمرات باها الضره ديالك وديريها البكريشه وديريها ليها هي عاد تدير لك هي تنازل، بغات غير الصلح بغات غير تفك. ونعمقها وهي تدفعني ما يمكنش. بنيتك لا فهمتيني اختي، المهم بنيتك غير باش نقول لك ما كايناش كرامه ما بين الام واولادها. كنحاول نبوسها شنو بغيتي اختي من دفعك بنتك ماشي ما خصهاش تدفع اولادك لا ما خصهاش تدفع. هي ما بين شو بين بنتك لا هذا ربي كيعاقب عليه. راه انا عندي كرامه ربي كيعاقب على سخط الوالدين. شحال من واحد مسخط والديه وشحال من والدين ساخط ولادهم. غير باش ما نكونوش حنا اليوم ملي كنتكلموا على يسرا كيف ما قلت عليها شحال هذيك نعاود نقولها يسرا ضحيه ديالكم بغيوني وكرهوني. يسرا الوقت وقع لها داك الشيء كانت 15 سنه او اقل. يسرا كانت لعبه في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح كانت ضحيه ديال امها وباها ومرات باها والمجتمع. البنيته خصها واحد متابعه نفسيه ولا كانت الجمعيه وجات لنا وخدات متابعه نفسيه وطاقت فيها الطبيبه وطاقت فيها وسيله سميره بالطالب. يسرا طفله تلاعب بالمشاعر ديالها وبعواطفها وتشهر بها في مواقع التواصل الاجتماعي وباص ليها. انا يسرا ما نلومهاش، مراه بعقلك قويه. صحيح مراه بعقلك وانت قويه. لا ما عندهاش حتى 15 عام. ما يمكنش نقارن المراه اللي هي ماتور اللي هي قويه مع طفله. مشاعر المراه ماشي مشاعر طفله، لا حول لها ولا قوه. صح. واش بغيتي ندير معاك المعقول ولا نبقى انا اليوم كنتعاطف معاك كأم، ولكن في نفس الوقت غنتعاطف مع يسرا كأم. انا عندي وليداتي ما واش اللي اديهم يقدوك. انا برافو هذيك البنيته انها صندات ان اي واحد صعيب باش يصمد يعني واش يخرج بلايف وطفله. صح. هذا تمنى الصلح يكون عندك انت وبنتك. اللي قالت الشوافه. ولكن هي ما بغاتش كتتفق الصلح. هذا ما معليش يوصل مع سعاد انت اشنو بغيتي. المهم شوفي اي ام كتطالب بان بنتها تكون دائما قدامها ما تكونش بعيده عليها، واي ام كتمنى فيها باغا شوفي ما كاينش محل. هادشي كلشي ضربات في الزروالي وضربات في الاستاذه خديجه الروقان وضربات في كلشي باش تصالح مع بنتها وضربات في القنوات اللي كيساندوها وكيصيفطوا ليها الفلوس. هادشي كلشي على الصلح، ولكن يسرا ما بغاتش تصالح. ما كاينش محل. انا ملي دوزت على فاطمه الزهراء حسيت بك تاثرتي بزاف. يوصل بحال جبرتي عليها شويه. لا ماشي جبرت عليها بالعكس انا غير دارت لي شي حوايج كتدفعني وكتشوف فيا بواحد النظره خايبه كنتي سببها. هي ما عارفاش مدخل لها دماغها انك انت سببها. ما جلستش معاك باش تشرحي ليها وتوضحي لها. البنت باقي عندها افكار اللي مدخليها في دماغها انك انت سببها فهادشي اللي وصلت لك. ما بغاتش كاع بعدا تجلس معاها. عمرني ما نهز ديالي شنو تقول لي وصلت غنقول الله ياخذ حقنا في اليد الماء. هذا الله ياخذ حقنا في اليد الماء هذه عندها معنى كبير حيت راه ربي عارف شكون القرار. شوفوا ما كاينش لا ياخذ حقنا في اليد الماء فعلا لا ياخذ حقكم، ولكن نتوما اللي خرجتوا الغسيل ديالكم من اليوتيوب حتى واحد ما دخل لداركم يخرج هذا الشيء نتوما بجوج. هذا الشيء الا بغات هي مرحبا بها. داري محلوله لها دائما. داري هي دارها. الا اليوم جيتي للجمعيه علاش جيتي مرات اخرى؟ شوف حنا 3 ملف ديال العقوق انك باغي الصلح مع بنت. شكون اللي كيكره الصلح؟ حتى واحد ما كيكره الصلح. باغيه الصلح باغيه الصلح. لكن خص يكون مرتبط بالصافي ومرحبا. وثاني هذا الشيء هذا عمره ما يتذكر ما يتشبت. تستوى طويله. راسكم الاخوان واش سعاد اللي اتصلت بهذه الجمعيه اتصلت وعاودات ما جاوبوهاش حتى وقع هذا المشكل ديال الاستاذه خديجه الروقاني كانت كتدافع عليه وهي مسطار وكانت الجمعيه مربزه معها. المهم مناقشين بيناتهم عاد جابوا سعاد باش تضرب في الاستاذه.
وصلت، وباش نعرفوا ان كان فضل كبير الاستاذه خديجه الركاني انها هي كانت اول من جابت سعاد ام يسرى الى هذه الجمعيه من اجل انها تستعيد البنت ديالها القصير، وان هذه الجمعيه عندها عده شكايات في الموضوع ديال القاصرين اللي كانوا كيتعرضوا للعنف، وفعلا صدرت احكام قضائيه في حق كل من سولت له نفسه انه يشتم جمعيه او يسبها او لا.